لو انت لحد حالا بتتلخبط في قيود اليومية وعايز تتعلم ازاي تعمل قيد اليومية بطريقة سليمة وما تتلخبطش، فانا النهاردة جاي ابسط عليك قيد اليومية واعلمك باذن الله في ثالث محاضرة من كورس البي اف اي ازاي تعمل قيد اليومية وايه الاسرار وايه الحاجات اللي توقعك. انا مش هعلمك بس، لا هقول لك ايه النقاط اللي توقع اي طالب او اي محاسب في قيود اليومية. ما تنساش تدعمنا باللايك. انا ابراهيم دوما وانت منورني، ويلا بينا ندخل على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله النهارده هنبدا في ثالث محاضره عن كورس البي اف اي. باذن الله هنتكلم النهارده في نقطه جديده بحيث ان احنا نبدا نتعمق شويه في العملي. انتوا عارفين ان احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن اساسيات المحاسبه الجزء الاول باختصار بسيط. كنا بنتكلم بنقول انا لو محاسب وجاي ادخل الشركه اول حاجه بعملها ايه؟ قلت لي يا ابراهيم اول حاجه بتيجي تعملها لو انت جاي تشتغل في شركه جديده بتقول لهم ايه اصولكم وايه الالتزامات وايه حقوق الملكيه. بتعرف اصول الشركه، التزامات الشركه، حقوق الملكيه. وقلنا دي عباره عن ايه؟ قلنا دي عباره عن المعادله المحاسبيه. فانا النهارده هنبدا في نقطه جديده بقى. يبقى احنا اول فيديو فسرنا عن ايه اصول، يعني ايه التزامات، يعني ايه حقوق ملكيه، وقلنا كل حاجه بالتفصيل. طبعا لو انت محتاج الفيديو هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، وكده كده هتلاقيه على القناه. اول اسمه المحاضره الاولى من كورس بي اف اي. تاني محاضره قلنا الفرق ما بين المدين والدائن، وقلنا انا كمحاسب او مين اللي بيستفيد مني. قلنا بيستفيد مني صاحب الشركه عشان يعرف حاله الربح او الخساره. قلنا بيستفيد مني مصلحه الضرائب عشان يعرف نسبه الضريبه اللي هيفرضها على الشركه. قلنا بيستفيد مني العميل. العميل يا صاحبي بيستفيد من المحاسبه. هو العميل ده لو انت مثلا فاتح مصنع، المصنع ده مصنع مثلا ثلاجات، الثلاجه بتاعتك دي لو انت كعميل هتروح تصرف مثلا هتشتري ثلاجه ب 10000 جنيه، وكده كده مفيش ثلاجات النهارده ب 10، يعني قول مثلا هتشتري ثلاجه مثلا بسكه 50000 جنيه. هل هتشتري ثلاجه ب 50000 الا لما تكون عارف ان الشركه دي مكمله معاك او مستمره؟ فبالتالي النهارده المحاسبه بالنسبه للشركات بقت معلنه. انت تعرف ان النهارده اي شركه انترناشونال او شركات اللي هي الكبيره بتحط القوائم الماليه على الانترنت. انت النهارده ممكن تدخل على جوجل تبحث عن اي قوائم ماليه الشركه انت حاببها. بالتالي يا صاحبي القوائم الماليه النهارده بقت معلنه عشان مستفيدين كتير. وارجع للفيديوهين اللي فاتوا عشان مهمين جدا 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 يا صديقي. باختصار بسيط احنا النهارده هنبدا في قيود اليوميه. انا كمحاسب عشان ابدا الدوره المحاسبيه، على فكره انا قلت لكم ان كورس البي اف اي ده احنا بنتعلم فيه كل حاجه عن المحاسبه. انا عندي في الماتيريال بعد ما عملت الاصول عملت حاجه اللي هي اساسيات المحاسبه. بعدها كنت عامل حاجه اسمها اسئله انترفيو، عشان اسئله الانترفيو ديت، ولكن انا هاجلها. يعني هبدا اول حاجه بالاساسيات، بعد كده هدخل معاكم بالدوره المحاسبيه. بعد ما نخلص الدوره المحاسبيه في الشركات، انا هبدا معاك بالشركات الخدميه، هنخش على الدوره المحاسبيه في الشركات اللي ايه؟ الشركات التجاريه او البيع والشراء. انا النهارده كمحاسب في شركه، بص حضرتك محاسب اهو. طبعا انتوا لو متابعني من الفيديو اللي فات انت عارف ان الرسم بتاعي مش قد كده، ولكن ايه حاول بس تستفيد يا صديقي. طبعا صلي على النبي. والله النهارده انت محاسب في شركه، قلت لك يا صاحبي انا وانت قاعدين على القهوه، اه حاول ان احنا نبسط الدنيا بحيث المحاسبه تبقى سهله وبسيطه. احنا النهارده انا وانت قاعدين على القهوه قلنا والله احنا حابين ان احنا مثلا نفتح ايه؟ قلنا مثلا حابين نفتح مصنع كراسي. مصنع الكراسي ده قلنا هنفتحه ازاي؟
انا وانت قاعدين، انا اهو ومعاليك اهو، قلنا هنفتح كراسي قاعدين. تخيل ان انت قاعد على كرسي، قلت والله يا واد يا محمد الكرسي اللي انا قاعد ده مش مريح، اما تيجي ايه رايك نعمل كرسي مريح بستايل معين يجذب العملاء ونبيعه؟ قلت فكره، بس انا هجيب الفلوس منين؟ انا مش معايا فلوس. طب ايه اللي عندك؟ صاحبك مثلا ده، تخيل ده اهو، ده احمد وده محمد. احمد قال لك انا عندي حته ارض، احمد قال لك انا عندي ارض. حلو، يبقى احمد قال له انا هدفع، هحط ارض، بس مش معايا فلوس. محمد قال له تصدق ده انا عندي ارض انا كمان، بس انا ممكن ابيعها. قال له حلو، يبقى دلوقتي احمد عنده ارض، ومحمد قال له انا هبيع الارض دي وهياخد منها فلوس كاش. هتاخد منها كام يا محمد؟ مليون جنيه. جميل، يبقى دلوقتي احنا عندنا قلنا شركة كراسي، تخيل معايا ان دي الشركة. احمد قال له انا هحط في الشركة دي الارض، يعني الارض بتاعتي هنبني عليها الشركة او المصنع. ومحمد قال له انا معايا مليون جنيه. يبقى دلوقتي بص بقى يا صاحبي، احنا هنبدأ اعلمك كل قيود اليومية من اول بداية تأسيس الشركة لحد ما نعمل الاقتصاد، بس واحدة واحدة. كل الفكرة ان احنا هنعمل دورة. هو كورس كبير في ايه مثلا؟ اعتقد ان هو ممكن يكون 20 فيديو، وده تالت فيديو باذن الله حضرتك بتسمعه، ولكن والله 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 لا تتعلم كل حاجة. الكورس ده بألوفات، ولكن يعني ايه، مش محتاج منك الا لايك شير كومنت، بحيث ان اكبر عدد يستفيد باذن الله من اللي احنا بنعمله. انت النهارده انت وصاحبك قاعدين على القهوه، صاحبك قال لك انا عندي ارض، إيه ده انا عندي ارض وهبيعها يعني هجيب فلوس. يبقى انت هتحط الارض وال وهتحط، واحد صاحبك هتحط فلوس. يبقى اول قيد بنعمله في الشركه وهو قيد تاسيس الشركه. قيد تاسيس الشركه، بص، اهم حاجه وانت جاي تعمل القيود عشان تكون عارفها بقى بالله عليك، قلت لك انسى اسمك وما تنساهاش، وهي المعادلة المحاسبية: الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. صاحبك حقوق الملكية دي طبعا قلنا هي عبارة عن رأس المال. صاحبك قال لك أنا هحط الأرض، قلت لي يا إبراهيم إن الأراضي وهي أصل حاجة هتمتلكها الشركة، يبقى الأراضي أصل، والأرض بطبيعته مدين. بالله عليك لو انت ما اتفرجتش على المحاضرة الأولى والتانية ارجع لها عشان هتفهم كل حاجة منهم. احنا بنكمل وليس هنشرح اللي فات، بحيث ان احنا نلخص الفيديو بسرعة. يبقى الأصول بطبيعتها مدينة، والأرض هي أصل عشان هتبقى حاجة ملك الشركة، يبقى الأرض أراضي أهو. وإيه تاني؟ صاحبك محمد هيحط فلوس، هيحط مليون جنيه، يبقى نقدية هتبقى برضك اصل في الطرف المدين. بص بقى، اي قيد يوميه، بالله عليك ركز في الحته دي، اي قيد يوميه له طرفين واكثر من حسابين. يعني اي قيد يوميه في الدنيا له طرفين، طرف مدين اللي هو من حساب، والطرف دان الى حساب، طرفين بس ممكن اي طرف فيهم يكون اكتر من حساب. يعني ممكن نقول من حساب من حساب من حساب، وممكن نقول الى حساب الى حساب. يعني اي قيد في الدنيا له طرفين فقط، طرف مدين وطرف دائن، وممكن يكون اكتر من حسابين، يعني من الاراضي ومن النقديه ومن مثلا من البنك الى حساب مثلا راس المال. فاهمني؟ اي قيد له طرفين وله كم حساب؟ له اكتر من حسابين، يعني على الاقل يبقى في حساب واحد في الطرف المدين وحساب واحد في الطرف الدائن. يبقى اول قيد عندنا هو قيد تاسيس الشركه.
انت قلت لي دلوقتي يا ابراهيم انا هحط ايه؟ اراضي. الارض بطبيعته مدين، الارض ايه؟ اصل، والمدين او الاصل لما يزيد يبقى يفضل في الطرف المدين، صح؟ ده من الفيديو اللي فات. يبقى هقول من حساب اي قيد تيجي تعمله هتقول من حساب والى حساب، هتعمل كده واحده واحده. قال لك يا احمد هيحط اراضي، الارض بطبيعته اصل، والاصل ايه؟ مدين، والاراضي هتزيد عندي في الشركه يبقى احطها في الطرف المدين، يبقى من حساب الاراضي. وايه تاني؟ محمد قال لي هيحط فلوس نقديه، نقديه هتقول لي من حساب النقديه بطبيعتها اصل ملك الشركه، ولما تزيد النقديه بطبيعتها اصل، والاصل بطبيعته مدين، ولما يزيد يفضل في المدين، يبقى من حساب النقديه. حلو. احنا قلنا هنأسس ايه؟ قلنا هنأسس الشركه. يعني حالا ركز بقى معايا. الشركه دي فيها ايه؟ فيها اراضي وفيها نقديه. يعني لما اجي اقول لك راس مال الشركه ايه، لما اجي اقول لك حقوق الملكيه بتاعت الشركه ايه، هتقول لي هي عباره عن الاراضي والنقديه. يعني بالبلدي ركز معايا، هتقول لي الاراضي والنقديه هي اصول الشركه. طب انت جبت الفلوس دي منين؟ هل جبتها من الالتزام؟ لا. هل جبتها من حقوق ملكيه او راس مال بتاعك؟ اه. يبقى لما تيجي تعمل تاسيس الشركه هتقول له من حساب الاراضي ومن حساب النقديه الى حساب راس المال. دي راس مال فلوسك يا صاحبي. الفلوس اللي كان عند حضرتك وانت طلعتها من جيبك، طلعت اراضي ملكك حطيتها للشركه، يبقى هتقول من حساب الاراضي لحساب راس المال، ومن حساب النقديه لحساب راس المال بكام؟ طبعا مثلا يعني هنقول الاراضي دي بمليون جنيه، يبقى حالا زي ما احنا بنقول الاراضي وهي عباره عن اللي حضرتك الفلوس اللي حضرتك هتحطها، مثلا هتيجي تشوف تقول لي الاراضي بقيمه مليون جنيه، النقديه بقيمه مليون جنيه، يبقى الراس المال فلوسك ككل اللي انت حاططها، راس مالك اللي انت حاططه كام؟ هتقول لي 2 مليون جنيه. طب لو انا جيت انت وصاحبك، مش عايز اقول بقى يعني على الله كحيانين، كحيانين يا صاحبي، انت وصاحبك كحيانين، قال لا هنفتح الشركه ازاي يا جدعان؟ قال لك هفتح الشركه بقرض. قرض؟ هو انت اهبل يا ابني؟ في حد يديك قرض وانت ما معكش فلوس اصلا ولا معاك اي حاجه؟ انت لو رحت بقى لمحاسبه البنوك قال لك لو انت هتروح تاخد قرض من البنك لازم أن يبقى فيه ضمان. اهو انت تفكر ايه؟ هتقول له والله ده على فكره هناخد من الحاج مبلغ كده وهنبقى نديهوله. ماشي. يبقى انت دلوقتي هتاخد فلوس من ابوك، يعني حاجه مش بتاعتك، يعني هتبقى التزام عليك، التزام تسدده، يعني هتاخد قرض من الغير. يعني لما تيجي تقول لي والله ده انا النهارده هعمل شركه او هاسس شركه بس هاخد قرض من الغير، يبقى هتقول لي مثلا يا ابراهيم ده انا هيبقى معايا فلوس النهارده، او انا بص الكود هيبقى عامل ازاي، هيقول لك مثلا يوم 1/5/2025 تم تأسيس الشركة برأس مال قيمته مثلا مليون جنيه، وتم الاقتراض من الغير. بص انت عملت ايه؟ اسست الشركه بقيمه كام؟ مليون جنيه، يعني بالبلدي حطيت فلوس في الشركه. النقديه بطبيعتها اصل، والاصل لما يزيد احطه في الطرف المدين، صح يا صاحبي؟ يبقى من حساب النقديه اللي هي عباره عن مليون جنيه الى حساب ايه بقى؟ بص التزام. مش انا قلت لك اي تمويل في الشركه، انت عندك شركه عايز تمولها، لا اما من حقوقك، لا اما من فلوسك، لا اما من التزامات الغير. يبقى اي شركه عايز تمولها في الدنيا لا اما من فلوسك الشخصيه، لا اما هتاخد قرض من حد تاني او هتاخد فلوس من حد تاني. يبقى من حساب النقديه الى حساب الايه؟ القروض، اللي هي عباره عن التزامات بمليون جنيه. حلو. حلو. طبعا اي شركه بيبقى
عمليات. ومعلومة مهمة جدا جدا جدا، وقلتها في الفيديو اللي فات، كان في سؤال في آخر الفيديو اللي فات، وشكرا لكل الناس اللي حلوه طبعا. أنا عايز أقول لك يا صاحبي إن أنت مهما تحل محاسبة هتغلط. ليه بقى؟ هقول لك ليه. كتير مننا بيفكر نفسه ان هو يعني عبقري. لا يا صاحبي، والله لو انت مسكت المحاسبه دي وفكرت بيها، يعني فكرت واحده واحده، عمرك ما تغلط. ولكن التسرع وحش في اي حاجه. اي حاجه في حياتك عموما التسرع وحش. كده كده الخير هيجي لك والله. يعني انا اعرف ناس دايما بيقول لك والله انا عايز مثلا اجيب امتياز. يا صاحبي لا، الدنيا مش كده. انت تعمل اللي عليك. الدنيا ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صحتك، ان انت تكون بصحتك احسن من اي حاجه. فما تستعجلش دايما ان انت يعني مش عارف تتعلم محاسبه، الدنيا صعبه معاك. لا، خد الامور ببساطه، حاول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. ماشي. يبقى احنا مثلا دلوقتي هنقول ان احنا عندنا شركه، الشركه حطينا فيها مثلا نقديه بسكه مثلا من حساب النقديه مليون جنيه. الحساب زي ما احنا قلنا رأس المال، يعني انت معاك فلوس وهتحطها وخلاص في الشركة. طب والله النهاردة انا معايا الشركة ديت عايز آلات، اشتري آلات بقى. ماشي. يبقى يجي يقول لك مثلا كود، يجي يقول لك مثلا كود اليومية ايه؟ في يوم 1/3/2023 تم شراء آلة بقيمة كام مثلا؟ 50,000. ماشي. وتم السداد نقدا. ركز بقى في الحته دي. يبقى انت حالا عايز تشتري آلة. اول سؤال هتقوله تم الشراء. ركز في الحته دي عشان هقول لك ملحوظه قدام شويه. تم شراء آلة بقيمه كام؟ 50,000. الآلة دي يا ابراهيم انا هشتريها، يعني هتبقى ايه؟ اصل. يبقى الآلة عندي اشتريها، قلت اي كود في الدنيا هو عباره عن طرفين، بتعمل نفس الطريقه دي من حساب الى حساب. الآلة هتبقى أصل ولا هشتريها، يعني هتبقى ملكي، والأصل بطبيعته مدين. يبقى من حساب الآلة بكام؟ ب50,000. إلى حساب إيه؟ قال لك هتشتريها نقدا. النقدية أصل والأصل مدين. صح. صح. أنت صح يا صاحبي. ولكن الأصل هيقل. كان معاك مليون جنيه، هيقل منهم 50,000 جنيه. بالتالي النقدية بطبيعتها أصل والأصل مدين، وقلنا أي حاجة لو قلت بنعكس طبيعتها. يبقى الأصل بطبيعته مدين، لو قل هيبقى إيه؟ دائن أهو. يبقى النقدية لو أنت هتاخد منها يبقى تحطها في الطرف الدائن. يبقى من حساب الآلة إلى حساب إيه؟ النقدية. حلو. بكام؟ بقيمة كام؟ بقيمة طبعا 50,000 جنيه. وعلى فكرة الطرف المدين بيساوي الدائن. أي قيد في الدنيا الطرف المدين بيساوي الدائن. ماشي. جه قال لك والله ده احنا عندنا في يوم 5/3/2023 تم إيداع مبلغ بقيمة كام؟ بقيمة مثلا مبلغ بقى مثلا بقيمة 100,000 في البنك. ما عليك ايه، حبيت ان انت مثلا تحط فلوس في البنك، بعيد طبعا عن البنك فايدة فيه حرام، ولكن احنا ملناش دعوة دلوقتي. ولكن قال لك احنا هنحط فلوس ايه في البنك. قلت له والله يا ابراهيم اي قيد في الدنيا انا بقول طرف مدين وطرف دائن. صح. يبقى هتقول لي من حساب الى حساب، من حساب ايه الى حساب ايه. بص بقى الحته بتحل زي ما انا بحل كده، الله يرضى عنك. هتقول لي يا ابراهيم تم ايداع مبلغ ايه؟ نقدا في البنك. حلو. قلت لي هحط فلوس نقديه، يعني هتروح تسحب فلوس من الخزنه بتاعت الشركه وتروح تحطها وتقول له يا بنك بعد اذن ما عليك انا عايز احط الفلوس دي عندك. حلو. يبقى انت
الفلوس اللي عندك النقديه ده ايه اللي يحصل لها؟ هتقل. وقلنا النقديه بطبيعتها ايه؟ قلنا النقديه بطبيعتها بديل، يعني اصل. ولو قل هنحطه في الطرف الايه؟ الدائم. يبقى تقول الدائم ده يبقى عباره عن النقديه. حلو. طب البنك بقى، انت اصلا البنك بالنسبه لك الفلوس اللي في البنك دي تعتبر ايه؟ اصل. ما حاجه ملكك، اي حاجه ملكك هي اصل يا صاحبي. يبقى اي حاجه ملكك هي اصل، يبقى البنك اصل. البنك هو يعتبر اصل، وعلى فكره اصل متداول عشان تقدر تسحب منه فلوس وتحط فلوس خلال سنه. وارجع للفيديو الاول لما انا قلت لك ايه الفرق ما بين الاصول الثابته والمتداوله والاصول الغير ملموسه. الغير ملموسه، سوري. يبقى حالا النقديه بطبيعتها اصل وقلت هنحطها في الطرف الدائم، والبنك بطبيعته اصل وزاد. انا ما كانش عندي حساب اسمه حساب البنك، وبقى النهارده عندي حساب البنك، يعني حطيت فلوس في البنك، والبنك بطبيعته اصل، ولما يزيد احطه في الطرف الايه؟ المدين. يبقى من حساب البنك بقيمه 100000 ماشي الى حساب النقديه بقيمه كام؟ 100000. وده القيد الايه؟ يعتبر الثالث عندنا. قال لك في يوم 6/3/2023 ماشي، تم، بص بقى، شراء آلة. اشترينا آلة بقيمة كام؟ هنقول مثلا 150,000. هنقول تم شراء آلة بقيمة 150,000 من بإيه؟ بشيء. حلو. والباقي على الحساب. بص بقى، انت حالا هتروح تشتري آلة، بس الآلة اللي انت هتشتريها هتدفع جزء بشيك والباقي على الحساب. هو انت في 5/3 حطيت فلوس كام في البنك؟ هتقول لي والله يا ابراهيم ده انا حطيت 100,000 جنيه. الآلة، بص بقى بص بقى، الآلة اللي انت هتشتريها دي أول حاجة عشان نمشي واحدة واحدة، ستيب باي ستيب يا صاحبي. أول حاجة، أي قيد في الدنيا من حساب إلى حساب. أنا هشتري آلة، الآلة بطبيعتها أصل، والأصل هحطه في الطرف الإيه؟ المدين. يبقى من حساب الآلة بقيمة كام؟ 150,000. الطرف الدائن في الأهلى شوية. هتقول لي يا ابراهيم ده انا معايا بشيك. بشيك دي يا صاحبي يعني بان. ما هو الشيك لو انت معاك كده دفتر شيكات، ربنا يكرمني ويكرمك، هتكون ماشي. لو انت مثلا عندك حساب في البنك شيك كده، تكتب مثلا 1,000,000 جنيه، خد يا ابني روح اصرف كده يعني. يبقى الشيك ده يعني الفلوس اللي انت حاططها في البنك. انت كنت حاطط كام في البنك؟ 100,000. يبقى هتقول لي يا ابراهيم ده البنك بطبيعته اصل، والاصل لما يقل احطه في الطرف الايه؟ الدائم. حلو. يبقى الى حساب البنك بقيمه كام؟ بقيمه 100,000 جنيه. طب في هنا، مش انا قلت لك فوق ان الطرف المدين لازم يساوي الدائن؟ اه. يبقى انت قلت لي الطرف المدين ب 150,000 والطرف الدائن بكام؟ ب 100,000. في حاجه ناقصه. همسح بس الحته ديت واشرحها لك. انت حالا يا صاحبي هتروح تشتري آلة على الحساب. فاكر لما انا قلت لك ايه الفرق بين المدينون والدائنون؟ مش انا قلت لك الدائنون هم الناس اللي بيدوك فلوس، هم الناس اللي انت بتشتري منهم بضاعة على الحساب. يبقى الدائنون هم الناس الأقوياء، هو واحد دائن. طب المدين هو شخص ضعيف، هو الشخص اللي بياخد منك فلوس. يبقى المدينون، امتى بيكون عندي مدينون؟ قال لك المدينون عند البيع على الحساب. يبقى حالا يا صاحبي انت يبقى عندك مدينون. المدينون لما انت تكون بايع على الحساب، يبقى الناس اللي واخده منك بضاعه دي ناس ضعيفه، ناس مديونه لك. يبقى بالتالي المدينون هي عباره عن اصول، وهو اصل متداول، حاجه ملكك. طب الدائن هو شخص قوي، هو شخص هو اللي مديك بضاعه. بالتالي انت النهارده رايح تشتري آلة. فالآلة ديت قلت لي والله بص، معلش انا معايا 100,000 في البنك، هديك الفلوس في البنك دي بشيك، والباقي لما ربنا يكرمني هبقى اديك الفلوس. قلت لي خلاص مفيش مشكله.
يبقى الباقي ده هيبقى على الحساب. على الحساب ده اسمه ايه؟ اسمه الى حساب الدائنون بقيمة كام؟ 50,000 طبعا. يبقى حالا قلنا ايه الفرق ما بين المدينون والدائنون؟ قلنا المدينون هم الناس الضعفاء، الناس اللي بيشتروا منك بضاعة على الحساب، اي حاجة يعني بضاعة، آلات، اي حاجة. طب الدائنون هم الناس الأقوياء اللي انت عبارة عن انت بقى بص بقى بتشتري منهم. يبقى لما تبيع على الحساب بتسجل حاجة اسمها مدينون، وبيبقى أصل حاجة ملكك. طب لما بشتري على الحساب حاجة اسمها دائنون، وهي عبارة عن التزام. ده سؤال انترفيو على فكرة. يبقى انا خلاص اسست الشركه وعملت بعض العمليات المهمه جدا والعمليات المهمه عندي. انا عايز اقول لك ان القيود ديت كتيره جدا جدا جدا. مهما نعمل مش يعني طبعا طول ما احنا ماشيين في المحاسبه هنعمل قيود، ما هي الاساس. اصل في حاجه لازم تعرفها، اي غلطه في القيد هي بتبوظ دفتر الاستاذ وميزان المراجعه وكل حاجه. فانت وانت بتعمل اي قيد في الدنيا لازم تعرف الاساس، تعرف ايه الاصل وايه الالتزام وايه حقوق الملكيه. عشان كده والله بقول لك الفيديوهين اللي فاتوا هما فيديوهات مهمه جدا جدا جدا. النهارده اللي فاتح شركه، الشركه اللي عندك دي يا صاحبي بتصرف كهرباء. هتقول لي مثلا في يوم 5/10/2024 تم سداد مصروفات كهرباء بقيمة كام مثلا؟ 10,000. ما انت فاتح مصنع بقى، ربنا كرمك ب 10,000، بس ايه؟ سداد بايه؟ بص بقى الحتة دي بقى. انا عايز اقول لك زين، ما انت عشان يا صاحبي حافظ، لا مش هنحفظ. عايز اقول لك ان النقديه دي اسمها خزينه واسمها صندوق. يبقى لما يجي يقول لك في يوم 5/10/2024 تم سداد مصروفات الكهرباء نقديه ب 10,000 وسداد الخزينه، هتقول له من حساب الى حساب. بص بقى، فاكر لما انا قلت لك في اول الفيديو، في الفيديو الاولاني خالص، ان حقوق الملكيه وهي عباره عن راس المال زائد الايرادات ناقص المصروفات. وفاكر لما انا قلت لك اي حاجه بتصرف او اي حاجه بتاخد فلوس من الشركه فهي عباره عن مدينه. ليه؟ لما قلت لك في الفيديو الاول ايه الفرق ما بين المدين والدائن، قلت لي المدين يا ابراهيم هو الشخص القوي، الدائن هو الشخص الضعيف. يبقى اي حاجه تاخد منك فلوس او اي حاجه تطلع فلوس من جيبك وتدفع لها يبقى هي مدينه. المصروف ده مش انت هتطلع فلوس وتدفع له، يبقى المصروف مدين عشان هو المصروف هياخد مني. يبقى المصروف، انت النهارده عندك مصروف كهرباء، يبقى المصروفات بطبيعتها مدينة. يبقى لما تيجي تدفع مصروف يبقى المصروف مدين. يبقى من حساب المصروفات إلى حساب إيه؟ هتدفع من خزينة أو نقدية، يبقى على حساب النقدية بقيمة كام؟ 10,000 جنيه. يبقى أي حاجة بتدفع لها فلوس أصل، ما هو الأصل هتشتري، يبقى بالتالي هتطلع فلوس وتشتري الأصل، يبقى أصل مدين. المصروفات دي هي عبارة عن إيه؟ المصروفات قلنا إن هي عبارة عن حاجة أنت استهلكتها هتطلع فلوس من جيبك وتدفع. حلو. طب النهاردة ربنا كرمك وجالك مثلا إيرادات، يبقى في يوم 6/10/2024 تم تحصيل إيرادات بقيمة مثلا كام؟ بقيمة 50,000 جنيه بشيك. حلو. يبقى هتقول لي من حساب أي كود في الدنيا وإلى حساب، ده أنا يا إبراهيم هحصل فلوس، فلوس جايالي، يعني فلوس هتجيلي وهتخش لي الشركة بشيك. قلت لي أول ما أسمع بكلمة بشيك يعني حسابي في البنك.
يبقى في فلوس هتجيلك على البنك. البنك بطبيعته اصل، والاصل مدين، ولما احط فيه فلوس هيزيد، يبقى الاصل بطبيعته مدين، ولما يزيد يفضل مدين. يبقى اقول من حساب البنك بقيمه كام؟ 50,000 الى حساب الايرادات. مش الايرادات ديت هتديك فلوس؟ قلت لك اي حاجه هتديك فلوس فهي دائنه. بص يا صاحبي، باختصار شديد بقى، الالتزامات بطبيعته دائم. ليه؟ الالتزام هيديك فلوس يبقى دائم. حقوق الملكيه بطبيعتها دائم، وراس المال دائم. ليه؟ هتديك فلوس. يبقى اي حاجه هتديك فلوس هتبقى دائنه. اي حاجه هتدفع لها او هتاخد منها يبقى مدينه. بحاول ابسط عليك الدنيا. ماشي؟ يبقى حالا قلنا بعض العمليات. وطبعا بقى لو جيت قلت لك في يوم 6/10 تم سداد مثلا، تعال نقوم كتاب في يوم، ده مثال يعني توضيح تاني. في يوم 6/10 مثلا 2024 تم تحصيل ايرادات، ماشي، بقيمة 10,000 جنيه. حلو. بشيك. وباقي مستحق على الشركة ايرادات بقيمة مثلا 40,000. حلو. يعني بالبلد كده في فلوس على عملاء. بص بقى، قيمة الإيرادات كلها كام؟ هتقول لي يا إبراهيم ده أنا والله ده أنا عامل إيرادات، ده عملت خدمة للناس بقيمة 50,000 جنيه. يعني المفروض القيد هنقول من حساب إلى حساب. بص، أنت في حاجة لازم أن تعرفها. أنت دلوقتي عندك إيراد، وعندك إيراد مستحق، وعندك شيك. الفلوس اللي داخله لك ديت هي عباره عن ايه؟ هتقول لي والله يا ابراهيم ده عباره عن بنك، يعني شيك يعني بنك اهو، يبقى من حساب البنك بقيمه كام؟ 10,000. حلو. وهتقول لي يا ابراهيم الى حساب الايرادات، ما الايراد حاجه تجيلي يبقى ده ايرادات. حلو. بص بقى، الايرادات المستحقه ديت فلوس ليك اصلا. مش انا قلت لك برضك في الفيديو اللي فات ايه الفرق ما بين الايراد والايراد المقدم والايراد المستحق والمصروف؟ بص، الايراد المستحق معناه ان انت قدمت خدمه بس لسه ما خدتش فلوسه. مستحق لك، ايراد لك، فلوس لك. والفلوس اللي لما لك تبقى ايه؟ اصل. يبقى هنقول من حساب الايرادات المستحقه بقيمه كام؟ هنقول بقيمه 40,000. حلو. طب الايراد المستحق ده المفروض ان انت حضرتك النهارده لما تيجي تحط ايراد مستحق ده بيبقى لايه؟ للعملاء. يعني بيبقى المفروض العملاء ده هيدفعوا لك فلوس. حلو. يبقى النهارده هنقول من حساب البنك عباره عن 10,000 جنيه عشان انا خدت فلوس من البنك، وهيبقى عباره عن الايرادات. الايرادات اللي هي عباره عن، بص بقى في الحته دي، عباره عن ال 10,000 جنيه وعباره عن ال 40,000 جنيه. يبقى من حساب الايرادات ب 50,000. ركز في الحته دي بالله عليك. انا حالا عملت ايرادات بقيمه كام؟ بقيمه 50,000 جنيه. نفس المساله اهو، بس العملاء قالوا لي احنا معانا 10 دلوقتي، هنديك 10 دلوقتي. ماشي، هتديني 10 يعني فلوس البنك هتزيد بقيمه 10. البنك بطبيعته اصل، ولما اصل لما يزيد احطه في طرف ايه؟ المدين. حلو. قال لك الباقي هيبقى ايراد مستحق. قلت لك الايراد المستحق وهي فلوس ليك، فلوس هتاخدها في المستقبل، يعني التزام للغير، حاجه الناس التانية هتديها لك، يعني ايراد المفروض تاخده، واي حاجه المفروض تاخدها وهي اصل لك. يبقى الايراد المستحق هيبقى عباره عن اصل، وهو بكام؟ ب 40,000. هقول لك باذن الله معلومه حالا مهمه جدا جدا لازما
تفرق ما بين المصروف وما بين الايراد، والايراد المقدم والايراد المستحق. لازم تعرفها وتعرف المعلومه دي. يعتبر احنا قلنا يعني قيود يوميه كتيره، وطول ما احنا ماشيين في الشرح وفي الفيديوهات هنشرح برضو القيود اليوميه. ولكن انا عايزك تركز عشان السؤال ده هو سؤال انترفيو، وهننهي الفيديو باذن الله بكذا سؤال برضه. بصوا بقى يا باشا، ايه الفرق ما بين المصروف ماشي وما بين الايراد، والفرق ما بين المصروف المقدم والمصروف المستحق والايراد المقدم والايراد المستحق. قلت لك المصروف انت فلوس هتدفع له يبقى المصروف بطبيعته مدين. الايراد فلوس هتجيلك يبقى الايراد دائم. الاثنين دول بيروحوا قائمة الدخل. ليه بقى؟ مش هي قائمة الدخل هي عبارة عن القائمة اللي بتعرف فيها الأرباح والخسائر؟ صح. يبقى القائمة اللي بتعرف فيها الأرباح والخسائر هي قائمة الدخل، عشان المصروف هي فلوس هتصرفها، والإيرادات فلوس داخلالك. يبقى المصروف والإيرادات هي عبارة عن قائمة الدخل، وقدام هنعرف حاجات كتيرة جدا عنهم. طب المصروف المقدم والمصروف المستحق. بص والله أقول لك كلمتين اوعى تنساهم. المقدم نفس الطبيعة، والمستحق عكس الطبيعة. يبقى المصروف، والله ده سؤال مهم جدا 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 في اي انترفيو. بحلف لك بالله لو انت فهمت دول حاجة مهمة جدا في الاساسيات وهتفضل محتاجها طول عمرك. المصروف المقدم نفس الطبيعة، المصروف بطبيعته مدين، يبقى المصروف المقدم مدين. المصروف بطبيعته مدين. المصروف المستحق دائم. هفهمها لك بطريقه ثانيه برضه. الايراد بطبيعته دائم، يبقى الايراد المقدم دائم. الايرادات المستحق، الايراد بطبيعته دائم، الايراد المستحق يبقى عباره عن مدين. عشان قلت لك المقدم يبقى نفس الطبيعه والمستحق عكس الطبيعه. صح. بص بقى، المصروف المقدم يعني ايه؟ بص صح، لو انا جيت قلت لك النهارده هنروح نأجر عربيه، تخيل ان ده عربيه، العربيه دي هنأجرها لمده 3 شهور. انا رحت دفعت عربون لمده 3 شهور، فلوس لمده 3 شهور. فالنهارده انت هتدفع لمده 3 شهور، يعني هتدفع مصروف مقدم، مصروف حاجه بدري شويه. فالمصروف المقدم ده هو عباره عن اصل، فلوس لك، فلوس دفعتها بدري، يعني ممكن تاخدها في اي وقت. يبقى الاصل بيروح فين؟ بيروح قائمه المركز المالي. طبعا كل دول بيروحوا مركز مالي عشان عباره عن اصول وعباره عن التزامات. بس واحده، يبقى المصروف المقدم هي فلوس انت دفعتها بدري، يبقى بتروح الايه؟ مكان الاصل، والاصل بطبيعته مدين اهو. يبقى المصروف المقدم مدين. مصروف المستحق، مصروف مستحق، انت المفروض كنت تدفع. مثلا احنا في شهر 7، حضرتك ما دفعتش ايجار شهر 6، يعني المفروض كنت تدفع ايجار الشهر اللي فات. يعني مصروف مستحق عليك، حاجه لازم تدفعها، والحاجه اللي لازم تدفعها التزام، والالتزام بطبيعته دائم. يبقى المصروف المستحق دائم. مش انا قلت لك المصروف بطبيعته مدين؟ ولو قلنا المستحق اعكس طبيعه الشيء، يبقى المصروف المستحق دائم عشان التزام. مصروف المفروض تدفعه يبقى التزام. طب الايراد المقدم، قلنا الايراد بطبيعته دائم، المقدم يبقى دائم. صح. بص بقى، ايراد مقدم، ايراد مقدم، والله انت النهارده حضرتك عندك اسطول عربيات، ربنا يكرمك ويكرمني كده، هيبقى عندك اسطول عربيات. فالناس بتيجي تأجر منك، فبياخدوا منك العربيه وبيدوك عربون لمده مثلا 3 شهور. يبقى انت النهارده الشخص اللي ايه؟ اللي هيأجر. انا الشخص اللي هأجر قلت اه بص بقى يا صاحبي، انت تاخد مني العربيه وهتديني فلوس بدري، يعني الفلوس ديت هي معايا، يعني في اي وقت انت ممكن تاخدها مني، يعني التزام عليا ان لو حصل حاجه هرجع لك فلوسك. يبقى الايراد بطبيعته دائم. يبقى الايراد المقدم يعني خدت فلوس بدري، يعني المفروض حضرتك تديني الفلوس ديت مقابلها خدمه. يبقى انت خدت مني ايراد مقدم، خدت فلوس عن خدمه لسه هتعملها لي.
يبقى عباره عن دائم عشان الالتزام، خدمه لسه هتعملها. طب الايراد المستحق، الايراد بطبيعته دائم، المستحق يعكس طبيعه الشيء يبقى مدين. مش انا قلت لك الايراد المستحق هي فلوس لك عند الغير، فلوس لك، ايراد مستحق، ايراد المفروض تحصله، يعني انت قدمت خدمه بس لسه ما خدتش مقابلها فلوس، يبقى الايراد المستحق هي عباره عن اصل، والاصل هي عباره عن اصل، طبعا اصل متداول، كل دول اصول متداوله والتزامات متداوله، الاصل المتداول بطبيعته مدين. يبقى خلاصه الكلام، المصروف بطبيعته مدين والايراد بطبيعته دائم بيروحوا قائمه الدخل، والمصروف اي حاجه مقدمه تبقى مدينه، واي حاجه مستحقه يعكس طبيعتها. يبقى المقدم، بص جمله كده اهو، بص بقى، المقدم نفس الشيء، المستحق عكس الشيء. يعني لو قلت لك مصروف مقدم تقول لي مصروف مقدم، المصروف بطبيعته مدين يبقى مقدم يبقى مدين. ايراد مقدم، الايراد بطبيعته دائم، مقدم يبقى دائم. قلت لك مثلا مصروف مستحق، المصروف بطبيعته مدين، مستحق عكس طبيعته، مدين يبقى المصروف مستحق دائم يبقى التزام. مستحق ايراد، الايراد بطبيعته دائم، مستحق يبقى مدين، يبقى ايه المستحق يبقى التزام، يبقى سوري، مستحق مدين يعني اصله، ايراد مستحق لك يعني فلوس هتاخدها. حلو. انا بقول لك قيد، طبعا احنا يعتبر اسسنا الشركه، اشترينا الات، دفعنا طبعا مصاريف، عملنا ايرادات واشترينا وعرفنا ايه الفرق ما بين المدينون والدائنون والمصروفات المقدمه والمصروفات المستحقه والايراد المقدم والايراد المستحق، وعرفنا حاجات كتيره جدا جدا. انا عايز اقول لك بقى سؤال وتكتبه تحت تعليقات، السؤال ده لو انت عرفته يبقى انت وحش. طبعا انا هسيب لك في اخر الفيديو زي بعض الاسئله وحلها. بص بقى، في يوم 31/12 عام 2025 قامت الشركة بالاتفاق مع مكتب محاسبة بمراجعة أعمال الشركة، وتقوم الشركة بالسداد أتعاب للمكتب، يعني الشركة هتسدد أتعاب للمكتب بقيمة 10,000 جنيه، ويتم السداد في يوم 31/12 في آخر السنة، يعني آخر يوم السنة يتم سداد المبلغ بإيه؟ هنقول مثلا بشيك. والله هي في حاجة يعني لغز كده، أنا بقول لك لغز وحط بالك على ده، اتفاق، اتفاق. ولو انت اتفرجت على الفيديو اللي فات هتفهم باذن الله. الفيديو الجاي هيبقى بعد قيود اليوميه، وهنبدا نخش في دفتر الاستاذ واحده واحده، ستيب باي ستيب. يعني هنفضل مع بعض طبعا لمده حوالي شهر ونص في الكورس. ما تنساش اللايك، الشير، شير لاصحابك في اي جروب انت فيه، نزل ستوري، شير لاصحابك. عايزين نكبر القناه يا شباب بحيث ان احنا نقدر يعني إيه برضك. والله الواحد بيفكر بقى يبدا ايه يعلمكم بيتش 3 واكسل واوريكل الحاجات دي، ولكن يعني برضك عايزين تحفيز منك. ما تنساش هتلاقي تحت في تحت الفيديو حاجه اسمها شكرا، لو حابب تشكرني ممكن تشوفها، وشكرا وقول صلي على النبي كده. عايز اعرف انت يعني لو وصلت في اخر الفيديو صلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي في فيديو اخر